الوقت دهمني، كنت نتمنى نسأل الكابتن جمال الصايفي، لكن خلينا نمشي لمحور آخر مهم. تزامنا مع المونديال، ليبيا ظلت تتابع كما جرت العادة على امتداد التاريخ، بأن الجمهور الليبي حاضر في المونديال لكن عبر الشاشات. في هذا المونديال شهدنا رئيس الحكومة المهندس عبد الحميد دبيبة في اجتماع رسمي داخل قبة رئاسة الوزراء أشار إلى حزنه الكبير على غياب ليبيا من التواجد في المونديال، ووجه أسئلة واضحة وصريحة إلى المسؤولين والقائمين على قطاع الرياضة. تسارعت الأحداث وتزامنا مع موعد ختام هذا المونديال برعاية من رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة وبتنظيم وزارة الرياضة، وعلى رأسها الدكتور فؤاد برغش، وأيضا وكيله الأستاذ والكابتن جمال أبو نوارة، قرروا عقد حوارية وطنية من أجل مناقشة كرة القدم الليبية، ما لها وما عليها، ورسم ربما استراتيجيات المرحلة المقبلة. ما أسعدنا في هذا الخبر هو تلاقي نخب متعددة، لاعبين، مدربين، حكام، إعلاميين، من جميع المكونات الكروية، لكن الخوف كل الخوف أن يذهب أو تذهب هذه التوصيات أدراج الريح. خلينا نبدأ مع الأستاذ فتحي المولدي. ليبيا غابت عن المونديال، اليوم نشوفوا أعلى سلطة في الدولة الليبية متمثلة في رئيس الحكومة يشارك في حوارية، وهو من قام بنفسه بدعوة عامة الوسط الرياضي وجميع المكونات للحضور. اليوم نتكلم على مشروع، نتكلم على رؤية، تزامنا مع خوف بأن هذه الملتقيات والاجتماعات قد تكون مجرد لقاء عابر. شوف، ما يلزمش تكون مثل هذه القرارات الحاسمة ظرفية متزامنة مع شغف الشعب الليبي بكأس العالم، بمتابعته لكأس العالم. يقول لك رئيس الحكومة الليبية، يقول لك علاش الشعب الليبي يتابع كأس العالم وما يعيشش كأس العالم، يحب يعيش كأس العالم. كي تحب تعمل مشروع كامل. شوف، أنا ضد الشعارات وأنا ضد الخطب الرنانة، أنا مع الفعل المادي. فما فعل مادي وقع، أنا نقرأ ما نعرفش، قريت وأنه ليبيا مرشحة، مش قدم ترشحها لتنظيم نهائيات كأس أفريقيا 2028 هي قريبة أو 2032. هذا بداية المشروع. هل أنه فعلا هناك الإرادة لتغيير واقع كرة قدم في ليبيا؟ شوف، انت حطوا على ليبيا، شفت الملاعب، انا مشيت البنغازي وسدعاوني، شفت جوز ملاعب منهم ملعب عالمي فعلا. في طرابلس كذلك فما ملاعب. لما لا؟ فما بلدان تنظم في كاس افريقيا ما عندهاش عشر الامكانيات نتاع ليبيا. لكن في نفس الوقت انا خايف على الكرة الليبية. نقول لك للامانه، انا خايف. سبب الخوف؟ خايف سبب الخوف، وانه نسمع في انتدابات نتاع اسماء نتاع لاعبين اجانب بمبالغ طائله، مبالغ طائله لا معناها. هل انه البطوله الليبيه اليوم بشكلها الحالي تستدعي فعلا انك تجيب لاعبين اجانب بتلك المبالغ الضخمه؟ وبالتالي فما اسئله تطرح اليوم. يلزم المسؤولين على الكره الليبيه والمسؤولين عن النوادي الليبيه، سامحوني في ليبيا اتدخل، لكن هذا مجرد راي. لا تدخل المحب وانت من اهل الدار. صحيح. وبما انك تونسي والجزيري والمغربي والسوداني، كلنا عائله واحده، كلنا عائله واحده، ومن حق الجميع انه يتكلم على كوره. رايي ردوا بالكم، راهو الكره التونسيه بدا الانهيار نتاعها كي دخلنا في المزاد العلني نتاع هاني باش نجيب لاعب ب 10 مليار والاخر هاو باش نجيب. دخلنا في 2014 2013. هاي النتيجه اللي توصلنا لها. تحديات المسؤولين تقصد؟ صحيح. نحكي على مسؤولين النوادي. عايشكم مسؤولين النوادي.
معناها عندك لاعبين ليبيين او اي جنسيه يخلص بمبلغ معين، وتجيب لاعب يخلص 200 مره متاع اللاعب اللي يلعب معه باش يعطيه تمريره. جهز، اعمل مركز لتكوين الشبان، ادفع عليه الاموال، هذاك اللي ينفع غدوه. اما لاعب تجيبه باموال طائله راهو عيب، حتى اللي يلعبوا معاه زملاء هو يلعب كوره ويعرف. ما نجمش انا ناخذ 100 مليون ونلعب مع واحد ياخذ 10 مليارات وانا نمرر الكوره وهو يسجل. وبالتالي شوف، ليبيا صحيح الحمد لله، لكن هل انه القرار نتاع الاجتماع هذا والاستراتيجيه الجديده في فعل، في انجاز، في انجاز بعد، مش مجرد شعار ولقاء يتزامن معاه. لانه راو في المغرب الاحتفالات، في مصر الاحتفالات، راو شعوب شيخه ومحتفله وعايشه، مش بمسكنات. نحب قرارات وتفعيل القرارات، لاني نحب ليبيا. هذا رايي. طيب، في الوضع الحالي نتاع الكره الليبيه. كابتن جمال، اعتقد ان فتحي المولدي فتح جرح عميق، ولخص الوضعيه في اكثر من مسار، وركز على ان ليبيا اللي لديها موارد والقيمه التسويقيه ربما بتاع مسابقاتها، تحديدا كبار الانديه، ما هيش بدايه المخرجات. وكنظن يعني قبل يعني الاعلان على تنظيم ليبيا الكاس افريقيا الامم، كنت قبل ذلك في حديث مع زميلنا مراد، قلت له لماذا ليبيا لا تترشح لتنظيم كاس افريقيا الامم؟ ويبدو انه رئيس الوزراء كان يستمع الى حديثي مع مراد، فيعني تم الاعلان عن تنظيم ليبيا. معهم حازم زاد، حتى حازم سبقنا. فبالتالي خطوه الاعلان عن تنظيم ترشح ليبيا لتنظيم كاس افريقيا الامم انا اعتبرها خطوه ايجابيه جدا. لماذا؟ لأن السياق الذي تعيشه ليبيا تحتاج إلى مشروع يجمع الأمة الليبية بكاملها، وليس هناك يعني مشروع أفضل من مشروع رياضي. ترشح لتنظيم كأس إفريقيا الأمم سواء في 2028 أو 2032، فهذا يجمع يعني الليبيين حول هدف واحد، لأن البعد ليس فقط رياضي، البعد في انتماء، في هوية الليبيين أنهم يتوحدون حول مشروع واحد، وهذا بعد استراتيجي مهم جدا. فبلا شك الذين فكروا في هذه الخطوة، بلا شك هذا البعد الاستراتيجي كان بلا شك حاضر يعني في الأذهان. ماذا ستستفيد أيضا ليبيا من ترشح أو من تنظيم كأس إفريقيا الأمم؟ تستفيد أولا على مستوى البنية التحتية، لأن البنية التحتية ليست فقط ملاعب تدريب، دفتر تحملات الذي يجب أن تنزله، يعني دفتر تحملات تابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي يجب تنزيله، حركية أيضا داخل ليبيا وهي أيضا مهمة جدا، إبراز ما يمكن أن تقدمه أيضا ليبيا للعالم، فيه ايضا انعاش وانتعاش ايضا لكرة القدم الليبية. هناك تصور اليوم ربما سيتم الاعلان عليه، عليه انشاء مركز للمنتخبات الوطنية، واحنا نقرن ذلك بمركب ومدرسة محمد السادس، أكاديمية سباير. راوا في فرق في ليبيا في أوقات مضت، هناك من أعلن على إنشاء أكاديميات، هناك أكاديميات أيضا نشئت عن طريق اللجنة الأولمبية، لكن راوا المشروع ليه علاقة بوزارة التعليم، ليه علاقة بوزارة الخارجية، ليه علاقة بوزارة الصحة. اعطيني يعني عنوان على هذا الموضوع ونقول لي تجربتك. وهذا لهذا السبب قلت لك انه الاعلان عن الترشح او التنظيم مهم جدا، لانه هذه الابعاد تكون كلها حاضره، انه لا يكون فقط البعد اولا البعد التنظيمي، يعني في البعد التنظيمي دائما ستسعى اولا صوره ليبيا، تقديم ليبيا يعني للعالم ايضا بشكل جديد، ترويج لصوره البلد، الاهتمام اكثر يعني بالبنيه التحتيه. هذا الامر سيدفعك ايضا الى ان تهيئ المنتخب الليبي لكرة القدم، وتهيئ المنتخب الليبي لكرة القدم يمر عبر هذه الامور، عبر انشاء اكاديميات حقيقيه، ما كنتكلموش على اكاديميات تجاريه، اكاديميات في هذا البعد الاستراتيجي لتكوين مؤسسه لها قانون وتشريعات اطار القانون واطار التشريع سلك تعليمي وتدريبي ومركز ايضا للمنتخبات، ليس فقط المنتخب الليبي الاول وانما لكل الفئات العمريه للمنتخب الليبي. هناك ايضا جانب اخر اليوم، السوق الليبيه اليوم على مستوى اللاعبين منتعشه جدا، ولكن باش نكونوا واقعيين هناك نوع من التضخم
الاموال التي تصرف، الاموال الليبيه التي تصرف على جلب اللاعبين لا تنعكس على على فائض القيمه. لماذا؟ لانه ايضا حسب ما يرى العرب، لانك تحتاج اولا صحيح في شق في بعض الامور مفهوم هذا السعي الى التعاقد مع اللاعبين، لانه ايضا يروج لليبيا، يعطي رسائل ايجابيه بخصوص ليبيا، وايضا يروج حتى الاشخاص. صحيح، ولكن ايضا كاين جانب اخر يعني متعلق بانه لابد ايضا الانديه تكون لها ضوابط ماليه. المال لا يمكن المال يكون سيب بهذه الدرجه. اليوم ما تعاقدات بمبالغ ماليه كبيره جدا وغير منطقيه وغير معقوله. فلا يجب ايضا ان يرى عديدون يعني في ليبيا وفي الدوري الليبي هو دي الكنز من المال فقط، لا، يجب ان ينعكس ذلك على المردود. طيب، وانا افضل انه يتم هيكله الدوري الليبي ويتم هيكله الانديه الليبيه وفق تصور معين، مع ترشيد ايضا النفقات فيما يتعلق يعني بانتداب اللاعبين. لانه من غير معقول انه بعض المبالغ خياليه، المبالغ التي يتم تعاقد بها بعض اللاعبين يمكن ان يعني تنتج بها مشروع يعني اكبر من التعاقد مع بعض اللاعبين. الوقت دهمني، كنت نتمنى نسال الكابتن جمال الصايفي، لكن خلينا نمشي لمحور اخر مهم. تزامنا مع المونديال، ليبيا ظلت تتابع كما جرت العادة على امتداد التاريخ، بأن الجمهور الليبي حاضر في المونديال لكن عبر الشاشات. في هذا المونديال شهدنا رئيس الحكومة المهندس عبد الحميد بيبة في اجتماع رسمي داخل قبة رئاسة الوزراء أشار إلى السلام عليكم، شكرا لكم المشاهدة. ولا وصلت لي هنا بغيت نقول لكم الواقع ديال الملف الليبي. شفنا الفيديو، ولكن السؤال كيبقى مطروح بيناتنا: واش الكاف غادي يغامر ويعطي التنظيم لليبيا، ولا غادي يفضل دول عندها بنية تحتية واجدة؟ انا شخصيا كيبان لي ان الطموح ديال ليبيا زوين وخصها تكمل فيه، لان عندها واحد ملعب اخر مؤخرا تفتح واحد الملعب اللي هو كبير تبارك الله وزوين، ولكن الواقع كيفرض تحديات كبيرة. نتوما اش بان ليكم؟ ليبيا قادرة تكون المفاجأة ديال 2028 كأس افريقيا؟ تما غيدوز زوين ان شاء الله. وكاين الملاعب، واش الملاعب الاخرى اللي غادي يوجدوها في نفس الموعد؟ هادو اسئله غتبقى بينا. دابا كتبوا لنا ارائك ديالكم في التعليقات، وما تنساوش الضغط على ديك الزر اللايك، راه ساهله. الله يرحم لكم الوالدين وتعاونوا معنا. وسمحوا لي، راه اول مره كنهضر في القناه ديالي.